طبعا هنا الريسبشن كان مقفول تماما على نفسه، والترس الخارجي من الريسبشن كان اخره الحيطه اللي حضراتكم شايفينها هنا، وما كانش فيه مدخل للحديقه الخلفيه تماما، وكان المدخل الوحيد هو من غرفه البنت الخاص بيها. وبالتالي بالشكل ده حرمنا الاوضه دي ان احنا نخش من خلالها، ما بقتش في خصوصيه بالمره. وبالتالي اصحاب البيت لو جالهم ضيوف او حاجه عايزين يضيفوهم مثلا او يخرجوهم يقعدوهم بره في الحديقه الخلفيه دي، لان هي طبعا اصبحت هي الحديقه الوحيده او المتنفس الوحيد ليهم في المكان، وفتحنا ليها كل الفتحات الخاصه ونكبر الشقه دي من 140 ل 260 متر زي ما قلت. طبعا اللي احنا عملناه كسرنا الحيطه دي تماما، وعملنا الحيطه اللي مشطوره دي عشان خاطر تدي براح او فتحه باب تخرجنا من الريسبشن من هنا عشان نقدر نخرج للترس الخارجي، وبالتالي يبقى في ممر من الغرفه الجانب الغرفه اللي هي بتاعت البنت للريسبشن من بره بعيد تماما عن الاوضه بتاعت البنت. وفي نفس الوقت او في نفس اللحظه عاملين كمان باب تاني زي ما حضراتكم شايفين خاص بغرفه البنت كمان، عشان خاطر لو هي حابه انها تخرج بره في الترس في نفس الوقت تنزل في حديقه الخلفيه برضو مفيش ادنى مشكله. فاصبح في ممرين او فتحتين خاصين بالحديقه الخلفيه، باب خاص بالريسبشن والضيوف ويخرجوا منه ويدخلوا منه عادي، والناحيه الثانيه الباب الخاص باوضه البنت. في نفس الوقت اللي خلقنا فيه الممر الجانبي عشان نخرج من الريسبشن للحديقه الخلفيه ونوسع المكان بشكل كامل، ضيقنا الاوضه الخاصه بالبنت، نعمل ترتيب للاساس جوه الاوضه دي بحيث ان هي تستفاد منها بشكل كامل. وترتيب الاساس والابعاد بتاعته كمان هي الاهم من كل شيء عشان خاطر تبين الاوضه واسعه ولا ضيقه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده سرير متر 30 وصوفه متر 20، وعملنا فيها كمان دريسنج للبنت من الجنبين الى جانب ستادي ديسك وتسريحه خاصه في الجزء بتاع الحيطه المشطوره، وكمان مكان للشاشه في وش السرير الناحيه الثانيه. خلقنا مساحه كبيره جوه الاوضه اللي هي تعتبر صغيره جدا، مساحتها ما تزيدش عن 6 متر ونص 7 متر، 2 متر وشويه في 3 متر. بمساحه الاوضه الصغيره دي اللي ما تزيدش عن 6 متر ونص 7 متر بالكتير، كاننا بالظبط عملنا اوضه كبيره ما تقلش مساحتها عن 12 متر مسطح، يعني 3 متر في 4 متر. لو عجبك محتوانا في الفيديو ده اعمل شير وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي وحاجات ما سمعتهاش قبل. السلسله دي هشرح لك ازاي الشقه دي اتحولت بعقل هندسي ديكور عملي، مش بس شكل جمالي، لا احنا بنقدم كمان فيها حلول عمليه، حلول هندسيه حقيقيه بشيء يناسب الميزانيه، نفس الوقت يستغل كل متر في الشقه بتاعتك. لو شقتك مش حاسس انها مريحه بالنسبه لك الفيديو ده ليك. لو هتبتدي تشطب شقتك وعايز تعرف ازاي تستغل كل متر وكل سم الشقه بتاعتك بشكل مظبوط وشكل عملي يوصلك للديكور اللي انت بتحبه، السلسله دي والفيديوهات دي تخليك معانا.